إصرار المعنيين على إعادة الروح إلى متحف بغداد أتى أكله، فهذا الصرح الثقافي يعود لاستقبال الزوار بعد أعوام من إغلاقه. عمليات النهب التي حصلت أعقاب أحداث عام 2003 أرغمت السلطات إقفال أبواب المتحف الذي يعتبر واحدا من أهم وأبرز المتاحف في المنطقة العربية. المتحف الوطني العراقي يتكون من 23 قاعة تقريبا. حاليا المسموح يعني بزيارته هي تقريبا 7 قاعات. بقية القاعات الأخرى هي تحت الصيانة، لأن حاليا هو المتحف بصورة عامة مغلق وتحت صيانة وتأهيل، ومن المؤمل إن شاء الله أن يفتتح بداية السنة القادمة اللي هي 2014. وتسببت السرقات التي تعرض لها المتحف باختفاء آلاف القطع الأثرية النادرة، لكن تم استرداد جزء كبير منها. الآثار اللي سرقت من المتحف العراقي 2003 هي تقريبا طبعا من داخل المتحف العراقي 15,000 قطعة أثرية. اللي استرجعت لحد الآن مستمرين باسترجاع القطع الأثرية لحد الآن تقريبا 8,000 أو 9,000 قطعة أثرية. ويفتح المتحف بعض قاعاته في الوقت الراهن للزوار من البعثات الدبلوماسية والرحلات المدرسية لحين استكمال أعمال الترميم والتطوير. مشاريع المتحف العراقي بدأت من العام الماضي ولحد الآن تأهيل قاعات المتحف العراقي من حيث الإنارة، من حيث تبديل يعني قاعة الديكور وعرض القاعات. وتعتمد أعمال إعادة الترميم على هبات من الولايات المتحدة الأمريكية التي قدمت 13 مليون دولار لتغطية التكاليف ولترميم مواقع أثرية كمدينة بابل التاريخية.